يلا نبعد عن أي حاجة بتتعبنا. حياتك هتبقى أحسن لما تتعود ما تشغلش بالك. ما تشغلش بالك مين مشي ومين متغير معاك ومين باعك. ما تشغلش بالك ايه اتقال من وراك ولا ايه رأي الناس فيك. وخليك عارف ان حياتك بيهم او من غيرهم هتمشي. فلما تفارق حد مش هتموت، ولما يخذلك حد برضو مش هتموت، ولما يخونك حد ما تزعلش لأنه خان نفسه قبل ما يخونك. الحياة كده كده ماشية، مش هتقف. والذكي اللي يفهم إن الحياة مطبات، لكن مش الشاطر اللي بيتفادى المطب. لا، ده الشاطر هو اللي يقع في المطب ويتعلم منه عشان يعرف يتفادى المطب اللي بعده. فوق لنفسك، ما تخليش الحزن يسرق عمرك. هتبقى أحسن لما تتعود تخليك في حالك وما تشغلش بالك غير بأمورك وبس. لما تعيش في سلام نفسي وتتصالح مع نفسك بعيد عن الضغوط النفسية والإرهاق الذهني وتفكيرك الدائم بكلام الناس وأفعالهم. لأنك مهما عملت عمرك ما هتعجب حد. فبلاش تدور على قيمتك في عيون الناس، لأن مهما كنت غالي هتلاقي اللي يشوفك رخيص، ومهما كنت طيب هتلاقي اللي يشوفك شرير، ومهما كنت نقي هتلاقي اللي يشوفك خبيث. يعني كده كده مش هتعجب كل الناس. عشان كده دور على قيمتك جوا نفسك، لأنك لو قدرت نفسك وصنتها عمرك ما هتهتم بالناس وأفعالهم وهتعيش مرتاح.